السلام عليكم، ازيكم يا فراولاتي؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا نعمل مع بعض النهارده كده مخللات رمضان. هنعمل مع بعض مخلل ترشي او المخلل البوليف اللي هي المخللات المشهورة في رمضان. هنعملها مع بعض، سهلة وسريعة وطعمه تحفة، اجمد من اي مخلل انت اشتريتيه من بره او جبتيه من بره. وكمان هنعمل كمية كبيرة وهتكون اوفر من اللي احنا بنشتريه بكتير. صلوا بينا على النبي وتعالوا مع بعض ندخل على الفيديو نشوف عملنا ايه. اول حاجة كده اي كمية ليمون انت عايزاها هاتيها. انا جايبة كيلو من الليمون، حطيت على لتر من المية وهسيبه يغلي على النار لمدة دقيقتين. عندي هنا كرنبيطة وحط عليها كده بصل، 4 بصلات. احنا منحبش مخلل البصل بس انا عايزة الطعم، فانتي لو بتحبي مخلل القوارمة البصل القوارمة هاتيه وحطيه معاه الكرنبيط. قطعت الكرنبيطة وشطفتها مية عادية كده هي والبصل، وهضيف عليها مية بتغلي علشان نخرج اي غازات موجودة معانا في الكرنبيط او البصل. احنا مش هنغليه على النار، انا عايزة مية بس بتغلي كده. هنحطها عليه وهنتركهم كده على جنب لمدة دقيقتين بالظبط. بعد دقيقتين هناخد الكلام ده وهنصفيه. خلاص عدى دقيقتين بقى كده، هاخد معايا الكرنبيط بالبصل كده. انت اي كمية انت عايزة تعمليها امشي على الخطوات، واي كمية انت عايزة تعمليها. تمام كده صفيته بقى كده علشان انا مش عايزة الكرنبيط يستوي معايا او حاجة. هو لمدة دقيقتين في مية تغلي كده، ومية بعيد عن النار خالص. تمام كده بنسيبه دقيقتين علشان يطلع اي غازات موجودة فيه. وكمان الليمون برضو انا مش عايزاه يستوي قوي، انا عايزاه يكون بيمضغ شوية كده معانا. الليمون دقيقتين برضو يا دوب غالية، والتانية وبطفي عليه النار. اخد الاتنين برضو كده عشان اوقف التسوية بتاعتهم واشطفهم بمية باردة، علشان نوقف التسوية بتاعة الليمون، وعلشان كمان الكرنبيط ما يتبهدلش معانا ويستوي او حاجة. تمام كده شغلي كله معاكم هنا في الحوض. خلاص بقى كده ظبطت الحوض وجبت الصدادة دي كده بتاعة الحوض، وهشتغل فيه هنا كده قدامكم ونعمل مخلل مع بعض. عندي هنا كده ده لفت. انا جايبه كده ب20 جنيه لفت. احنا عندنا اللفت هنا بالربطه مش بالكيلو، عشان في اماكن فيها اللفت بالكيلو. فانا جايبه كده، دول كانوا 7 ربط لفت كده، كانوا ب20 جنيه جايبهم من جيراننا. وعليهم 2 كيلو جزر، وعليهم كيلو ونص خيار كده، وعليهم برضو شطه كده، دي شطه بارده على حراقه. وما تفتحيش الشطه علشان ما تمرش معاكي في المخلل. سيبي الشطه زي ما هي من غير ما نفتحها. وهبدأ أغسل معايا بقى كل الخضار اللي معانا ده كده، اغسله غسلة حلوة قوي. هاتي بقى كل الخضار الموجود في السوق وتعالي نعمل مخلل. بجد بيكون طعمه حلو قوي قوي بالخلطة اللي احنا هنعمله بيها دي دلوقتي. هغسل بقى الكلام ده كده كله مع بعض كده بكل سهولة. انتي برضو لو طبق بلاستيك او حاجة وتغسليه وتصفيه عادي خالص، يعني هيبقى مية مية، بيكون حلو قوي. خلاص بقى كده خلصت الكمية بتاعتي، وهغسله كذا مرة وارجع لكم تاني علشان بيكون فيه تراب او كده. خلاص بقى كده زي ما انتم شايفين بقى زي الفل اهو. تعالوا نشوف الخلطه بتاعتنا. عندي هنا كده ديت راس توم صغيره، وعندي ربع كيلو كده من البنجر او بنجرية صغيره، وعندي خل. هجيب الكبه بتاعتي كده وهشتغل فيها. حطيت بقى التوم كده، وحطيت هنا كده البنجر برضو معاه، وهضيف عليهم كده نص كوبايه صغيره من الخل. ما تكتريش الخل عشان المخلل ما يتهرش معاكي، يبقى مقرمش معاكي كده ويكون طعمه حلو مش بالكتره. فرمتهم بقى كده في الكبه معايا. وهتقولي لي اضربهم في الخلاط، اقول لك لا لازم كبه. ولو مش موجوده عندك الكبه دي ممكن كبه الخلاط الصغيره دي. فرمتهم مع بعض كده فرم خشن. تعالوا بينا بقى هنا كده على على الخضار اللي احنا هنعمله مخلل، وهنزل بالخلطه دي. عايزه اقول لكم مجرد ما هي كده بس ريحتها اقسم بالله حلوه قوي. هضيف عليها كمان كده ديت هريسه شطه. انتي لو عندك قرون شطه حمرا ما عندكيش هريسه شطه افرميها مع التوم والبنجر، ولكن انا موجوده عندي حطيت منها معلقتين ونص كبار عشان هي حراقه قوي واحنا منحبش الحراق. دول كده 3 معالق كبار من حبة البركة. وهقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعضه. عايزه اقولك هتعمليه بطريقه سهله وبسيطه كده، ومش هصعب عليكي الموضوع خالص. موضوع سهل جدا كده، في مكان واحد هتعملي المخلل. هقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعضه. جبت كمان الكرنبيط كنت ناسياه والليمون مش تفكروني. هقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعضه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، عمل كميه كبيره معايا. يعني ما شاء الله الكميه دي تكفي معايا شهر رمضان ان شاء الله. بصوا الريحة هنا عايزة اقول لكم اقسم بالله تحفة، يعني هو لسه ما اتخللش وتحفة. عبيته بقى في البرطمانات، اي برطمانات موجودة عندك، ازاز بلاستيك اي علبة اي حاجة زي ما انت عايزة حطي فيها المخلل بتاعك. انا بحب املى البرطمانات الاول كده
بالمخلل قبل ما باضيف المَيّة عليها علشان تاخد مني كمية كبيرة. هنا أنا ضفت المَيّة على طول من الحنفية عليها، لإن أنا عارفة مقدار الملح اللي هاحطه. أنتِ لكل رتل من المَيّة هتضيفيه على المخلل بتحطي 5 معالق من الملح، بيكون مضبوط جدًا وبيكون بُصّوا تمام التمام كده. ولكن أنا عارفة الكمية بتاعتي هتاخد ملح قد إيه، فضِفت على طول المَيّة كده معايا من الحنفية وهابدأ أحط الملح وهنشوف هنعمل فيه إيه. هنملى البرطمانات مَيّة من الحنفية عادي كده يعني لغاية آخر البرطمان مَيّة. لو ضفتِ المَيّة الأول وبعدين رجعتِ تضيفي عليها المخلل هياخد منِّك كمية كبيرة، يعني البرطمان مش هياخد معاكِ المخلل، هتلاقي المَيّة كده عوّمت المخلل على الوش ومش هتاخد معاكِ الكمية بتاعتِك وهتحتاجي برطمانات كتير، ولكن كده بيكون أفضل يعني. هاملى بقى البرطمانات كلها كده بالمَيّة العادية وهنشوف هنحط مع بعض كمية الملح قد إيه. خلاص كده خلصت الكمية هاجيب بقى ملح عادي، ملح اللي هو الملح الناعم بتاعنا ده، اللي هو بتاع الأكل بتاع كل مطبخ، مش باخلّل بملح خشن، ملح عادي أهو. وهاضيف بقى كمية الملح بتاعتي، لو أنتِ عارفة البرطمان بتاعِك هياخد قد إيه مَيّة، ما تدوبيش مَيّة في ملح من الأول وتتعبي نفسِك، ضيفي على طول زي ما أنا عملت. ما أنتيش عارفة المقدار لكل لتر من المَيّة هياخد 5 معالق ملح، أو ممكن تجيبي مَيّة في حاجة كبيرة، في بلاستيكة كبيرة وتدوبي الملح واستطعمي يعني كده دوقي كده المَيّة أم ملح دي كده عايزاه عادب عايزاه حادق، وارجعي فضّي على كل برطمان شوية كده بيكون أسهل برضه. هاقلّب بقى كده وهابدأ أقلّب البرطمان زي ما أنتم شايفينه كده، علشان أدوّب الملح إيه في المخلل كلّه وفي الكمية كلّها. موضوع سهل وسريع وبسيط وشوية مخلل أقسم بالله جربوهم بالخلطة دي هتعشقوا المخلل ده مش هتشتروه من برّه تاني أبدًا. حاجة كده نضيفة وشغل بيتِك وموفّرة جدًا، جدًا. لو ما عملتيش بقى مخلل الحقي بقى هاتي الخضار رخيص في السوق والحاجة رخيصة. أنا جايبة الجزر ب5 جنيه والخيار ب10 جنيه الكيلو. السوق بتاعنا هنا رخيص شوية. خلّصته بقى كده وخلاص هاركنه على جنب لشهر رمضان إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين، ولو عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك منكم قمر كده وشير وسبسكرايب للقناة. آدم بقى هيطلع معايا في الفيديو دلوقتي قال لماما سلم عليهم، قلت له تعالى يا قدوم هيجي دلوقتي هتشوفوه. حطوا لايك قمر منكم. كل سنة وأنتم طيبين. مع السلامة، باحبكم في الله، أشوفكم على خير.